وكان لقاء في مجلس الوزراء، جينا لقينا معه نفرين أنا ما بعرفهم، واحد فيهم أولادنا عرفوه لكن ما كلموني، وزير كان. شكرته وهنيته بالحكم وقلت أنا قدم له نصيحة، قال أنا بقبل النصيحة. قلت يا سيادتك أنت ثورة سميت الإنغاز مع الناس ورطانين وعايز تنقذهم من الورطة دي، أنت محتاج لأصدقاء ما محتاج لأعداء، لكن مع الأسف حكومتك بدت بعداوات، فصلت 25 قاضي أنا بعرفهم من خيرة الناس خلق وأدب وعلم، وفصلهم بشكوا لي أنا ما عندي صلاحية أعمل حاجة. فدي الأعداء سجلهم أعداء، لأنه الصالح العام ما ذنب ارتكبه الموظف. بعدين عندهم أولاد حملت شهادات لقوا رجال، بنات من الزوجات مسابتهم رجال، غير أعداء. أعداء الجيران يا فلان أبوك طردوا لي الصالح العام، عرفوا أن هذا ظلم، غير أعداء. فأنت يعني حكومتك كثرت لك الأعداء وأنت محتاج الأصدقاء. بعدين الشارع بيقول أنت أخو مسلم، نحن أنصر سنة بيننا وبين الإخوان المسلمين عداوة ما في، لكن الإخوان عندهم أعداء برا وجوا. والله بدون ما يتلفت قال لي صحيح الشائعة دي أفسدت بيننا وبين السعودية وبينه وبين مصر. طيب أنت علاقتك مع السعودية خربانة ومصر تقبل وين؟ حوالي 9 دول، فين واحدة بالسعودية واحدة من ديل، مع الاثنين ده الاثنين اللي لقيناهم ديل الطيب سيخة. أيوة والله اتناولنا في التلفزيون بس ما ذكر اسمنا، كلام ردعنا ردعي شديد. أيوة هذا ما سألنا فيه، لفينا الأيام حصلت حرب الخليج. أنا قاعد صلاح ولدي ساكن في المسالمة وأنا بنتي بقت أرملة، دي سكنت معاها. صلاح ولدي جا بالليل وإحنا نايمين خبط الشباك، أخته صحت له مالك قال لها أبوي عرفت جانا ضابط من القصر، قال أبوي بكرة عمر البشير عايز يقابله في القصر الساعة 9 صباحا. بدايتها لسه بدأ الحرب هاي. وبعدين قلت له والله أبوي حس مرة صحي، وقال لي كلمه الصباح بس الساعة 9 يمشي القصر هاي. صحيح بتيجي وتمشي كلمتني الكلام ده. رحت لقيت فتحت الباب استقبلني هو مع عبد الرحيم حسين ده لابس بدلة والعلامة الطيران في صدره، مهندس طيران هو. استقبلني في الباب الشباب وكان معاهم مهدي إبراهيم. مهدي رجل معانا من زمان يعني. وبعدين قام عمر قال لي ده من جماعتكم لعبد الرحيم. عبد الرحيم قال لي من تلاميذ ناجي، مش كفاية حكاية الطيسيق. قعدنا جابوا لنا قهوة شربناها وقال لي يا فلان والله يا أخي مصريين علاقتهم معنا سيئة جدا وخسروا سمعتنا في السعودية، احنا يهمنا السعودية أكثر من مصر، إذا كان في طريقة تحسن علاقتنا مع السعودية يكون كويس. قلت له أبشر بالخير، رغم إنه الآن السفارة بقت تستقبل الناس لكن أنا عندي وسائل إن شاء الله أدخل في الحكاية. طلعت منه ما صدقت إنه عبد الرحيم مع من جماعة ناجي. عرفت إنه عبد الرحيم ده كان في داخلية وبيجي يصلوا مع ناجي، لكن ما بيقول لي تلاميذ. والله 2 ما خلوني قبلت عمر. مشيت السعودية، الشيخ عبد العزيز بن باز كان عمل مؤتمر على العلم والعلماء، دعاني ومشيت. فكلمته قلت له عمر البشير قال كده، قال لي خليه يجيب لي أنا جواب، ما يذكر فيه الملك ولا أي حاجة، الرغبة تجي بس يذكرها لي أنا بعالج المشكلة دي. 2 ما خلوني قابلته. طيب بعد ذلك مع الإنغاز ذاته حصل التفاهم ودخلت في بعض الوزارات والولايات. نحن خلاص جينا أمر واقع. الشيء الغريب إنه عمر طلب مني أنا أعمل له 3 عنابر في مستشفى القوات المسلحة للجراحة، 3 عنابر، وعنبر لتأهيل المعوقين، وشركة ورشة تعمل أطراف صناعية تحتاج يوسعوها. قلنا كويس. قبل كده في عهد سوار الذهب طلب قال عندنا مصنع ذخيرة، لأنه دي كمان لها نقصة. سوار الذهب دي احنا ما ذكرناها الدور الفات. لا هو لما قامت المسيرة المليونية سمعتوا بها، الأخوان كان عمل مسيرة نحن دخلنا فيها 200 من أولادنا وعملنا نشرة كبيرة. قلنا المسيرة دي لو كل فرد منا دفع 10 جنيه
اشتروا مدفع كان أنفع من المسيرة دي. أيوة النتائج رسلوا لنا وفد برأسه لواء، جانا هنا في مسجد ناجدة. اللواء ده أظن اسمه حمودة والله حاجة زي كده. أيوة جانا اللواء ده وقال أنتوا عرفتوا المرض اللي احنا محتاجين له، وعندنا مصنع ذخيرة معقد 7 شهور 7 سنين من 7 شهور في الشجرة هنا. مشينا أنا مشيت السعودية جبت لي $100,000 $100,000 أمريكي. جبتها يا السعودية وسلمت إياه، عضلاته طلعت، انبسط لغاية مسنون برضه طلعت واشتغل الذخيرة شغال لغاية حسها. فسيدنا عمر لما جينا في دوره ده كلفنا بدين بجانب المصنع الذخيرة اللي قام نفذنا ده كله. كان اخواننا بتوع الكويت موجودين معانا، قالوا أقبل ده كله بنموله لك والله 3 عنابر. وكان الفضلابي اللي هو الفضلابي كان مسؤول من المستشفى بتاع القوات المسلحة من درمان اللي هو. فكان الفورمان بتاعنا عثمان ده كان الفورمان المباشر المباني دي. أرقى أنواع المنابر عملناها هناك، عنبر طويل يمكن طوله 15 متر 3 على أحدث طراز، وعنبر في طول لتأهيل المعوقين. فعمر بعد ما استلم ده كله جاب لي جواب سكرنيه باسمه بإمضاؤه. بعد كده اعتقلونا وعملونا أسوأ معاملة. أيوة سجنوا مننا. هو صلى معي جمعة وأنا في فيصل، أنا شايفه قدامي في المنبر. قلت ده وقت نصيحة عامة، قلت حكام المسلمين يجب عليهم ألا يكونوا كحكام الكفار يقفلوا أبوابهم من الناس. لا بك خليني مفتوح، أقعد معاه في ظل الصباح في ظل الظهر أسمعهم بيقولوا تعالج مشاكلهم ميدانيا، لأنه الضغط بيولد الانفجار. وضربت مثلا بيساويسكو في رومانيا 20 سنة شاويسكو ضاغطهم بالسلاح، لما تمكنوا منه قتلوه وشنقوه في الشارع. عمر جه احتوى رئيساء الحكومة والله لما قبضوا زيد وقبضوا أبو أنس وقبضوا كامل عمر البلال وسجنوهم 3 شهور سجن انفرادي، جملنوهم جن. أبو زيد يبكي بدموعه، حياة ما بيعرفها. بعدين يوسف الكودة ده فارس شايق قلبه محدثه عن شو ده نفقرات نشايق. يوم العيد الرئيس قال بيستقبل الناس الثانية في القصر من الساعة كده لكده. يوسف قال لي مشيت زي الناس حتى لما جاني الدور قال لي دقيقتين بس هيرني الرئيس دقيقتين جمالك أنا غيره فيه. قال قلت له والله يا سيادة الرئيس أنا ناس الأمن قال لي دقيقتين ما عندي حاجة. قلت لك اتق الله في أنصار السنة، اتق الله 3 مرات. قال مسكني نسميت قال ابلغ ايدي قعدني وقال في أنصار السنة ما قال مالك في الخمر عمر بشير. قال قلت له سيادة الرئيس أنصار السنة أعز من كده وأفضل من كده، دي وشاية ملوك راسك بيها. قال لي خلاص أنا بعزمهم العشاء في بيتي وأواجههم. كان رضيانين لا طلعت شائع. بعد ما طلعنا منه جاءنا واحد قال والله الرئيس عايز عشاء أنصار السنة عشان يبايعوه. أنصار السنة هنا أفوقهم ضيق ونوفهم ويرمش كيف ينادينا نبايعوه، فأنتم مغفلين. الشيخ بيعمل عشاء مدنكل ناكل العشاء ونطلع كويس، ولما تيجي البيع نقول احنا بايعناك، والبيع واحدة من 2. إذا أصر عليها قل لي ديك أنت يعني لغيتها يمكن ثاني تلغيها. رضوا قالوا خلاص. لكن أراد الله جاتنا شائعة ثاني قالوا الرئيس سمع الكلام ده قالوا لا يمكن أدو زول في بيتي وأقول لي بايعني. طلع شائعة ساكت ما عنده أصول. فسيدنا مشينا عم عصمت لقينا الرئيس ما فيه والبيت ما هي سمحوا لنا دخلنا لقينا قداحة الغريب الصغيرة دي مليانة في البلاتيات وتمر، وقعنا فيه هارس قبل العشاء. أذن العشاء دخلنا المسجد صلينا في القصر المسجد صلينا العشاء. بعد شيء هو جاء ونحن كلنا 23 معنا الطقي في أمر بإلقاء القبض عليه. أيوه معنا ياسر حتى بقى معتمد في كسل ده. أيوه ده برضه في أمر يقبضوه. الأمن ما بيعرفوا يلاقون في الشارع ما يمسكهم يروح البيت يقول لهم ما فيش. لا كان خطبوا ضد الحكومة. لا ما لما قتلوا الناس في مسجد الزين عشان بيهددوا الحكومة. أيوه سكناهم معنا في 23 بس قعدنا. وبعد شوية جاء عمر معه الحكومة كلها يمينه على عثمان ومجموعة الشمال والأمن كله، وطوالي عمر هاجر.